بيحاول يقول للكنديين إنه مش نايم وإنه فعلا بياخد خطوات علشان يحمي المجتمع. القانون الجديد بيتناقش حاليا بين وزارة العدل والبرلمان. في حاجة غريبة بتحصل اليومين دول في كندا، البلد اللي كانت دايما بتفتخر بالأمان دلوقتي بقت بتشهد زيادة ملحوظة جدا في معدل الجريمة، وده خلى الحكومة الكندية تبدأ تتحرك وتراجع قوانين اللي بقالها سنين ما اتغيرتش. الموضوع ده بدأ لما زعيم المعارضة بيير بولييف طلع في البرلمان وهاجم الحكومة الليبرالية بشدة، وقال إن كندا بقت مكان المجرمين بيطلعوا منه بسهولة جدا. These are bad people. بعد ما يتحبسوا يومين أو 3، يعني واحد يرتكب جريمة خطيرة وبعد كام يوم تلاقيه في الشارع تاني وكأن مفيش حاجة حصلت أساسا. وضرب أمثلة كتير على الموضوع ده، زي في إدمنتون في راجل اعتدى على مراته واتحبس يومين بس وخرج بالكفالة. Seriously. ولسه المحاكمة بتاعته شغالة عادي جدا. وفي ترونو وساسكاتشوان ووينيبيج نفس القصة بتتكرر. وبيير قال وقتها إن الوضع ده بقى خطير جدا على المجتمع الكندي كله. الحكومة طبعا حاولت تدافع عن نفسها في الأول، بس بعد الضجة دي مارك كارني أعلن إن فعلا القوانين هتتغير، وقالها بصراحة لازم نرجع القبضة الأمنية لكندا ونمنع الجناه من انهم يخرجوا بسهوله. القرار الجديد اللي الحكومه بتجهز له ان اي حد يرتكب جنايات خطيره زي السرقه او العنف او الجرائم المنظمه مش هيكون عنده الحق يطلع بالكفاله قبل ما تخلص محاكمته، بالعكس هيفضل في السجن لحد ما المحكمه تقول كلمتها الاخيره. وكمان الاحكام اللي كانت مدتها 7 سنين بس ممكن توصل ل 12 سنه، يعني مفيش هزار. اللي يعمل جريمه هيدفع ثمنها كامل. وفي بعض الحالات اللي كانت بتروح لمراكز التاهيل بدل السجن، الحكومه عاوزه تقلل الموضوع ده وتخلي العقوبه الفعليه بالسجن نفسه علشان اللي يغلط يتأدب صح قبل ما يرجع الشارع تاني. وكارني بيحاول يقول للكنديين انه مش نايم وانه فعلا بياخد خطوات علشان يحمي المجتمع. Are you sure? خصوصا بعد الانتقادات الكبيرة من الحزب المحافظ. القانون الجديد بيتناقش حاليا بين وزارة العدل والبرلمان، والمتوقع انه خلال اسبوعين او 3 اسابيع يتم اقراره رسميا. ده معناه اننا داخلين على مرحلة جديدة من التشديد الامني في كندا، ودي طبعا حاجة كويسة. وطبعا مش سر ان اغلب الكنديين والمهاجرين اللي عايشين هنا في كندا بقالهم فترة مش راضيين عن نظام العدالة الحالي. في احساس ان القانون بقى هنا لين جدا زيادة عن اللزوم، وان المجرمين بقوا عارفين ان العقوبة مش قوية كفاية. يعني تخيل معايا مرة قائد شرطة تورونو قال للناس سيبوا عربياتكم مفتوحة علشان لما الحرامي يجي يسرقها ما يبقاش الموضوع صعب عليه لو لقاها مقفولة وما يرتكبش جريمة تانية. To prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them, and they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. تخيل دي تبقى نصيحة من الشرطة نفسها. وطبعا الناس اتجننت بعد الكلام ده. ازاي تسيب عربيتك مفتوحة علشان الحرامي يرتاح؟ بس للأسف القوانين كانت بتحمي المجرم أكتر من الضحية. يعني لو حرامي دخل بيتك وانت بتحاول تدافع عن نفسك ممكن تبقى انت الجاني وانت اللي اتحكم عليك في القضية. وفعلا في قضايا حصلت كتير بالشكل ده في كندا، الناس اتعاقبت علشان بس دفعت عن بيوتها أو ممتلكاتها. Shocking. وده خلى الكنديين نفسهم يطالبوا بتغيير جذري في القانون الجديد. بصراحة خطوة الكل كان مستنيها من زمان، لأن معدلات السرقة بقت عالية جدا في خلال السنوات اللي فاتت، خصوصا سرقة العربيات اللي بتحصل في عز النهار وفي المولات وفي المناطق التجارية الكبيرة. الناس بقت خايفة تمشي بره بيتها. كندا محتاجة فعلا إعادة توازن. الأمان كان دايما أكبر سبب يخلي الناس تحب تعيش فيها، ولو ضاع الأمان البلد كلها هتتغير. علشان كده الحكومة دلوقتي بتحاول تبعت رسالة واضحة: كفاية تساهل، اللي يغلط هيتحاسب. وده مش بس كلام سياسي، ده بقى مطلب شعبي حقيقي من الكنديين نفسهم اللي تعبوا من الفوضى اللي بتحصل في الشوارع كل يوم. فاللي جاي في كندا شكله مرحلة جديدة، أكتر صرامة وأكتر جدية في تطبيق القوانين. وده معناه إن أي حد بيفكر يغلط لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يعملها. أنا شايف إن الخطوة دي رغم إن هي متأخرة شوية بس مهمة جدا علشان كندا ترجع بلد أمان تاني زي ما كانت وزي ما تعودنا عليها. انتوا شايفين إيه؟ هل التجديد ده فعلا هيرجع الأمان، ولا شايفين إن الحكومة اتأخرت خلاص، ولا مجرد مناورة سياسية علشان تخلي الناس تهدى شوية؟ اكتبولي في التعليقات تحت آرائكم وتعالوا نتحاور في الموضوع ده. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.